انا الزملكاوي الوحيد على كوكب الارض اللي كنت مقتنع ان كولر مدير فني واقعي، والناس بدات تقول لي اصل انت بتطبل وبتبامج. الكوره لعبه ناس صيع، لا بتاعت مهندس ولا بتاعت موظف في شركه الميه ولا بتاعت راجل دكتور اسنان. الكوره لعبه صيع، عايزه واحد متربي في الشارع عشان يعرف يكسب ويعرف يدير. الكوره طول عمرها بتتلعب بالراس مش بالرجل. النهارده راجل بيلعب فرقه الخط اللي قدام بتاعهم تلاقيح، تلاقيح بمعنى كلمه تلاقيح. لما يبقى رمضان صبحي ومصطفى فتحي وعبد الله السعيد، انت مستني ايه؟ انت عايز ايه؟ الراجل اما قرب الصفوف من بعض كل ماتش بيخش فيه جوان او ما بيجيبش جوان، قال لك طب اما اجرب ان انا اقفل، ان انا اخلي المساحات ضيقه. ما هو انا لازم اما الاعب دول ما اديهمش مساحات، ادي رمضان مساحات وادي مصطفى فتحي مساحات، هيخيطوني. الطبيعي ان هم هيخيطوني. كوره هتيجي جون، فاول هيجي، اي حاجه هتيجي جون. بالمستوى اللي الاهلي كان بيقدمه كل الناس كانت متوقعه ان بيراميدز هيعمل ماتش على الاهلي او هيكسب الاهلي. لا يابا، الكوره عندك اهي، العب بقى اللي في النص، العب بقى 7 طوبات وسيب لنا الاجوان. هو ده اللي هو عمله الراجل من اول الموسم. لا عاجبه فراوده ولا عاجبه ونجات، والناس يعني جماهير الاهلي كلها اللي مصبره على كولر ايه؟ ان هم شايفين امكانيات اللعيبه اللي معاهم تعبانه. امكانيات اللعيبه اللي معاهم النهارده لعيب هو اللي خلص الماتش الاهلي وينج، اللي خلص الاهلي الماتش فيرود. ان الراجل واقعي، كلام الراجل واقعي اهو. اللي جاب الاجوان النهارده مين؟ لعيب نص ملعب فايق خلص الماتش. جون اهبل شاط عليه كافاتيريا، عمرو السوليه حطها شاط عليه ثلاجه بازاز الماء اللي فيها دخلت فيه جون، عرف يخطف منهم الماتش. طبيعي مع علي جبر واحمد سامي اسدين قصر النيل اللي بيلعبوا ورا دولت على ان عاملين زي كوبري ستانلي، الاثنين اللي بتوع على كوبري ستانلي دول. الاهلي عرف يخطف الماتش بسهوله، ركب في ظروف زي دي بركب الدوري. لا يبقى الراجل ده يتقال له انت مدير فني كويس، انت مدير فني ممتاز. لما تعرف تخلص ماتش زي ده تبقى انت مدير فني كفء. انا اقول ان كولر مدير فني مش عيب، اصل انا طول ما انا هنا هتاني اقول الحق. انا طالع من هنا ان في ناس اهلاويه وناس زملكاويه وناس من بور فؤاد بيتفرجوا. الطبيعي ان انا اقول الحق، مش الراجل هيبقى كسبان بيراميدز واقول له اصل انت بتدافع وبعد ما دافعت وموتوني وخدوا مني الكوره عملوا ايه؟ شالوا 3. الراجل اللي واقف جون عند بيراميدز ده بقول لك موهبه تفزع، ده موهبه تستحق الدفن، ده موهبه تستحق الشنق، ده اي حاجه بتروح عليه بتخش. ده ماتش الاهلي النهارده، الراجل لعب سافيو، الراجل لعب حسين الشحات، بيلعب الناس كلها. هو مفيش حلول، يعني اللي بيحاول من الخط القدام بتاع الاهلي مفيش الا هو حسين الشحات. محاولات بيخش يضبش هنا يقبل هنا يروح يمين يروح وبيحاول، انما كل خط هجوم الاهلي الراجل اللي قال انه مش نافع. حتى الاهلاويه كلهم مقتنعين، وده من احسن الماتشات اللي انا شفتها لمحمد هاني. هقول لك ليه، عشان نبقى بندي كل واحد حقه. اما يلعب وحش او نتريق عليه ونقطع فيه نبقى بنتكلم صح. محمد هاني لعب عليه رمضان، لعب عليه عبد الله، لعب عليه ابراهيم عادل. قرب المسافات اللي كولر عملها النهارده هو اللي باين محمد هاني بالشكل ده، وان هو واقف صاحي. اصل انا لعيب بلعب بقالي 8 9 سنين في الاهلي، عيب اما كل ماتش جون ولا جونين يخشوا من ناحيتي. هو ده كان ملخص اللي كولر عمله، ان الكوره فن بتتلعب بالراس. نيجي بقى للفضيحه اللي حصلت النهارده. فيريرا في الكوره عموما محدش يقدر يتكلم معاه. فيريرا في الكوره عموما محدش يقدر يقول له التلاته كام. ما ينفعش يا عم فيريرا يا مستر ريك فلير، انا ما ينفعش اروح العب فريق ماتش الساعه 3 الا ربع، التوقيت ده بيختلف. ما ينفعش اروح العب فريق الساعه 3 الا ربع في ملعبه او فريق صاعد. الطبيعي ان هيبقى عنده نشوه واقوم نازل شيكابالا في الماتش. معدل اعمار فرقه 25 سنه و26 سنه والعب شيكابالا من بدايه الماتش. ما انا كل ماتش ببدا بيوسف اسامه نبيه وبيجيب لي جول. اصل هي الكوره هتعاقبك. في مثل بيقول لك اللي تكسب بيه العب بيه. انت بتالف ليه؟ انا النهارده يعني بلعب باثنين. طب احط المسلوسي؟ الطبيعي ان فرقه زي اسوان او الفرق اللي ما عندهاش حيله هتلعب كور عاليه. انت ركنيتين بيتلعبوا عليك النهارده كانهم ضربتين جزاء بيجوا فيك اجوان. ما احط حمزه المسلوسي النهارده في خط الظهر وهو طويل اداري بيه يعني الكور العاليه اللي هتحصل. هو لو انت مش عارف ان السيناريو ده هيدور من اسوان او ان هم يلعبوا على الكور العاليه تبقى انت ما تستحقش تدرب اصلا بركه السابع. ما تقفش على الخط. ولا انا بتكلم غلط؟ فرقه معروفه ان هي هتلعبك فاول، ضربه ركنيه، هاندي، كره ثابته من على الجنب. هو ده اللي كان هيحصل. السيناريو ده كان مرسوم مع ايمن الرمادي.
اللي هو مدرب اسوان اللي شبه مشرط ده. بصراحه الراجل ده مدير فني عالمي، اقسم بالله من يوم ما مسك اسوان هجوم ودفاع تحولات. وانا ست بيه قلت المدير الفني ده كويس، سيبوه يشتغل في اسوان. اسوان هتقعد يا جماعه. الراجل النهارده كسبان 5 ماتشات ومتعادل ماتش، يعني بص لامم كام بونت من يوم ما جه. فالكوره كده كده عموما السيناريو ده كان محفوظ. انت ليه بتالف؟ انت ليه بتبدا بشيكابالا من اول ماتش؟ ما تلعب يوسف اسامه نبيل اللي كسبت بيه ماتش الاسماعيلي واللي بينزل كل ماتش يجيب لك جون، وخلي شيكابالا معاك على الدكه، مش هيقول لك لا. لا بتلعب لي سيف الجزيري اللي مدي ظهره للجون، الواد ده لو عايز يمشي يمشي. انتوا مقعدينه ليه في الزمالك اصلا؟ كل كوره يقعد يتنطط زي فاروق علوز. ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ انت كنت بتلعب في طنطا يالا، صدقت نفسك لما رحت كاس العالم مع تونس؟ سيبك من الهري اللي انت فيه ده. قام طلعوا لي ومنزلين يا جماعه سامسون اللي بيتباع في بتارين الموبايلات في سعد الدين ده مش مهاجم يا جدعان. اللي انتوا جايبينه ده مش مهاجم، ده ما عندوش علاقه عن اللوبيا. انتوا جايبين ده منين؟ انا عايز اسالكم سؤال. يعني سامسون ده انتوا اخترتوه اصلا ان انتوا تجيبوه الزمالك ازاي؟ ده مش عارف بيلعب في الدوري الماليزي باين ولا الدوري الكوري باين، انا مش عارف ده بيلعب فين اصلا. ايه اللي يخلي ايه امكانيات سامسون او ان هو يجي الزمالك اصلا؟ ايه اللي عمله يعني عشان يجي الزمالك؟ قدامي جون ايبوكا، قدامي سامسون، رحت جبت؟ لا ما ينفعش. الزمالك عايز هاف وعايز فيرود، ومحمد عبد الغني محتاج يشتغل سواق اتوبيس الفرقه في المواصلات يروح ويجي بيهم. هو ده اللي لازم يحصل يا جماعه، هو ده اللي لازم يحصل. فرقه عايزه تاخد افريقيا بيتلعب عليها ضربتين ركنيتين بيجوا فيهم اجوان. افريقيا ايه؟ ده انتوا ما تاخدوش دوره رمضان في الشروق باللي انا شفته النهارده ده.